اسمعوا يا عالم يا ناس، وصلوا هذا الفيديو لكل الناس. والله ايش قد تكلمت بكوارث، ويوميا العراق بكارثة، لكن هاي الكارثة اليوم اللي راح اتكلم بيها ما صايرة ابدا، قسما بذات الله. والله العظيم تلطم تضحك ما تدري. الاطاريين برئيسهم السوداني اسمعوا شنو سووا من كارثة. اليوم مجلس الوزراء بقيادة السوداني قرر ارسال اموال الى لبنان حتى يعمرون لبنان. لا ومو بس هاي، فتحوا مكتب في لبنان حتى يتابعون العمل ويشوفونها شلون تتعمر، واذا ما كفن المليارات اللي راح يدزون اكثر. قسما بذات الله كارثة، وما تعرف منين تبديها من الديوانية اللي صارت غير صالحة للسكن. عدله ميتة هاي الواديم عمي، هاي شنو المصيبة؟ هنا الديوانية او هور الديوانية الكبير، والله هذا اكبر هور، اكبر مستنقع. لو نبديها من الحلة اللي ناسها راح تشرد. مركز مدينة الحلة العزيزة. الحلة شوف راوي فوق الوحل والطيان وين شو راوي. قربوا ما نقدر احنا، هذا حدنا عمي. هاي النائلة. لو نبديها من السماوة، لو نبديها من باقي المحافظات اللي ناسها واطفالها راح تهج بسبب نقص الخدمات، بسبب ماكو شارع عدل، ناس عايشة بالطين، ماكو بنى تحتية. تروحون تتبرعون للبنان؟ منين نبديها؟ من العراق. حتى الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يعني الأقربون أولى بالمعروف. زين شنو ذنب هاي الناس العايشة بالمحافظات؟ زين هي هاي مو أموال الدولة؟ مو أموال الناس؟ زين انتم من اعطاكم الحق حتى تبعثرون اموال الناس منا ومنا، تروحون تعمرون بلدان ثانيه وبلدكم متهالك وبلدكم شايف الضيم وشعبكم شايف الضيم؟ ليش ما تعمرون للعراقيين لهاي الناس الفقراء؟ لكن قبل ما اكمل كلامي اريد اوجه كلمه للسوداني. انت مو قبل كم يوم طلعت وقلت للمقاولين تحملونه وقلت عندنا عجز؟ لو انا مشتبه كل الشركات والمقاولين القطاع الخاص هم حط دعم عليهم أن يتكيفون مع هذه الظروف. نسبة العجز المالي أثرت على مجمل القطاعات الدولة. يعني عندكم عجز مالي وما انطيتوا فلوس المقاولين أصحاب القطاع الخاص، ولا انطيتوا فلوس الشركات، ولا عمرتوا للناس اللي قاعدة بالضيم بالمحافظات اللي صارت مدنها والله ما يسكن بيها بشر، ورحتوا تعمرون بلبنان وتدزون مليارات وتعمرون ببلدان ثانية. مليارات راح تدزونها حتى تعمرون البلدان الأخرى. زين شنو ذنب هاي الناس؟ زين مو خطية هذا الشعب؟ مو خطية أطفال هاي الناس؟ مو خطية هاي العالم اللي قاعدة بنص الطين؟ وفوق هذا كله تقولون راح نفتتح مكتب بلبنان حتى نتابع متابعة دقيقة شلون يتم الإعمار. زين ليش ما تتابعون هنا؟ ليش ما فتحتوا لكم مكتب بالديوانية؟ ليش ما فتحتوا لكم مكتب بالحلة، بالسماوة، بباقي المحافظات، وتابعتوا العمل بدقة مثل ما هسه متابعينه بلبنان؟ هسه انتم عراقيين، ايرانيين، لبنانيين، امريكيين، شنو فيلمكم؟ قسما بذات الله هاي سوايتكم ما يسويها عراقي. انتم تابعين علما، ولو مو جديده عليكم، لان السفير الايراني يوم امس قال احنا حصلنا على اموال جدا كبيره من حكومه السوداني والاطار، اكثر من ما حصلنا من حكومه الكاظمي. فاموالنا حاليا جاي تروح للعالم، جاي تروح للدول، وهاي العراقيين عايشين بالضيم. ايران من صفحه تاخذ اموال، ومن هنا جاي يعمرون ببيروت، وهاي العراقيين بالطين، لا شارع ولا بنى تحتية ولا خدمات، من غير المشاكل الأخرى من المتقاعدين ومن الخريجين ومن القطاع الخاص ومن الموظفين، من سلم الرواتب وغيرها وغيرها، وأكو حتى مدارس رحلات ما عندهم، وأموالنا منا ومننا جاي تروح. فشكرا لحكومة أنفاس الزهراء، وشكرا لحكومة الإطار النازع. خلي العالم كله يسمع، وخلي يسمعون العراقيين،
والله العظيم صرنا فرجة لأمة محمد بين الدول.